السلام عليكم. النهاردة هنعمل الكيك. هنعمله بطريقة سهلة وبمقادير مظبوطة 100%. يعني لو انت مش بتعرفي تعملي الكيك، جربي الطريقة دي وهتطلع معاكي مظبوطة جدا. وهقولك على سر الكيك علشان يطلع معاكي هش وطري. مش بس كده، وكمان هقولك ازاي تطلعي الكيك بتاعك ابيض من جوه وطعم حكاية وريحة تجنن. اهم حاجة تمشي على المقادير والطريقة مظبوط، وهتدعيلي. وقبل ما نبدأ الوصفة ياريت ما تنسوش اللايك، وكمان لو انتم جداد على القناة انزل حالا تحت الفيديو واضغط على زر اشتراك او سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. اول حاجة هنجهز الصينية اللي احنا هنستخدمها وندهنها كويس جدا بالسمنة او الزيت. بعد ما خلاص جهزنا الصينية بتاعتنا، هنبدأ بقى نجهز الكيك بتاعنا. هنستخدم الخلاط او المضرب الكهربائي، اي حاجة من الاتنين. هنستخدم في الكيك بتاعنا النهاردة 3 بيضات. اهم حاجة ان البيض يكون بحرارة الغرفة، يعني لو البيض بتاعك موجود في التلاجة هتطلعيه من التلاجة قبل ما تعملي الكيكة بشوية، ودي خطوة مهمة جدا لنجاح الكيك. وبعدين هنضيف بقى على البيض معلقة صغيرة من الفانيليا البودر او الفانيليا السايلة. هنضرب البيض ده كويس جدا جدا لحد ما قوامه ولونه يتغيروا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده بالظبط. بعد كده هنضيف السكر. انا هستخدم 1.25 كوب، والسكر نسبي يعني ممكن تزوديه او تقلليه على حسب رغبتك، فانا استخدمت 1.25 كوب. هنزل بالسكر واحدة واحدة، مش هنزل بالكمية كلها مرة واحدة. وطبعا مع الضرب المستمر لحد ما نحس ان السكر بدأ يدوب والقوام كمان بدأ يتقل شوية. اهم حاجة لنجاح الكيك بتاعك انك تدي لكل خطوة حقها في الخلط، يعني تضربي كويس جدا كل المكونات وما تبقيش مستعجلة وتمشي على المقادير مظبوط. صدقيني هيطلع معاكي احلى كيك. وبعد ما خلطنا السكر مع البيض كويس جدا، هنزل عليهم بنص كوباية من الزيت، وهنزل بيهم واحدة واحدة برضو، وهخلط كويس جدا جدا. ودلوقتي هبدأ اضيف الحليب. هستخدم كوباية من الحليب وهنزل بيه برضو واحدة واحدة، وهقلب الخليط. وفي الوقت ده هتحس ان الخليط بدأ يخف معاكي تاني بعد ما كان تقيل، وده طبيعي جدا. انا استخدمت كوباية من الحليب، انت ممكن تستخدمي كوباية من الزبادي او كوباية من عصير البرتقال، وكل ده اختياري اللي انت عاوزاه اعمليه. وخلاص بعد ما خلصنا كل كمية الحليب، هنخلط كل المكونات دي كويس جدا جدا عشان نتأكد ان السكر داب وما عادش ليه اثر تماما. هنضيف بقى معلقة من الخل الابيض، والخل هنا بيعمل كمحسن للكيك ونتيجته بتكون حلوة جدا جدا. ونخلطه خلطة سريعة كده مع كل المكونات. هنستخدم بقى 2.5 كوباية من الدقيق المنخول، وهنرجع تاني ننخله برضو على الخليط بس واحدة واحدة بالشكل ده كده بالظبط. مش هنضيف الدقيق مرة واحدة، وبرضو مع التقليب المستمر. اهم حاجة في الخطوة دي ان انت لو بتستخدمي المضرب الكهربائي زي ما انا بستخدمه كده بالظبط، لما تيجي تحطي الدقيق هتقللي السرعة على اقل حاجة، وبتعمليه كله في اتجاه واحد. ولو انت بتستخدمي الخلاط الكهربائي فانت طبعا هتضيفي كل المكونات السائلة ديت في طبق، وتبدأي تضيفي عليه الدقيق برضو واحدة واحدة، وهتقلبيه بالمعلقة، ويفضل معلقة خشب. ودلوقتي هنضيف رشة من الملح وهنضيفها لكل المكونات وهنخلطها كويس. وخلاص بعد ما ضفنا كل كمية الدقيق بتاعتنا وخلطناها كويس، هنضيف 3 معالق كبار من النشا، وبرضو هننخلهم وهنخلطهم كويس جدا مع الخليط بتاعنا. وبعد ما خلطنا كل المكونات دي مع بعضها كويس جدا، دلوقتي هنضيف البيكنج باودر. انا هستخدم الكيك شيف، وهضيف باكت كامل من الكيك شيف او بيكنج باودر. ودلوقتي هضيف اخر مكون في الكيك وهو الليمون. هو السر بتاع الكيك. الليمون ده بيخلي الكيك من جوه
لونه ابيض، لونه فاتح مش غامق خالص. هنستخدم ليمونة واحدة بس وهنعصرها على الخليط بالشكل ده كده بالظبط. جربوا فكرة الليمون دي بجد حلوة جدا جدا، وما تخافوش منها، ملوش اي طعم خالص في الكيك، مش هيأثر على الطعم ابدا. وده قوام الكيك بتاعنا بعد ما خلاص خلص. شوفوا عامل ازاي، حلو جدا جدا. ما بتيجي تنزليه كده بالمضرب بالشكل ده بتحسي ان فيه اكنه خطوط كده فوق على وش الكيك. ده كده القوام المظبوط، لان خليط الكيك ما بيكونش سايل زي المية، لا بيكون قوام تقيل شوية. لو انت حسيتي ان القوام عندك خفيف قوي فانت ممكن تزودي دقيق لحد ما توصلي للقوام المظبوط. لو مشيتي على المقادير مظبوط مش هتحتاجي انك تضيفي اي دقيق تاني ان شاء الله، هتلاقي القوام مظبوط معاكي. ودلوقتي خلاص بعد ما الخليط بقى جاهز معانا، هننزل بيه في الصينية عشان خلاص هندخله الفرن. شوفوا قوام الخليط عامل ازاي، بجد حلو جدا جدا. ودلوقتي هنستخدم عود خشبي كده وهننزل بيه في قلب الكيك ونحركه بالطريقة دي كده علشان نخرج منه الهواء، والخطوة دي مهمة جدا. وبكده الكيك بتاعنا يكون جاهز. هندخله فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 رف اوسط. هياخد تقريبا وقت حوالي ساعة الا ربع وهيكون جاهز معانا. اهم حاجة ما تفتحيش على الكيك غير بعد مرور نص ساعة كاملة، وبعدين تبدأي تتابعيه لان كل فرن بيختلف عن الفرن التاني. وده شكل الكيك بتاعنا بعد ما خلاص خرج من الفرن واستوى وبقى جاهز معانا. عايزين بقى نعرف ازاي ان هو استوى. هنجيب سكينة وهننزل بيه كده بالظبط في نص الكيك. لو السكينة طلعت نضيفة بالشكل ده كده بالظبط يبقى الكيك بتاعنا مستوي. لو طلع فيها عجين يبقى الكيك لسه ما استواش ومحتاج يستوي. هنسيب بقى الكيكة بتاعتنا تبرد وبعدين هنقطعها مع بعض. وده شكل الكيك بتاعنا بعد ما خلاص برد شوية، ويلا بينا نقطعه مع بعض. كل المقادير هسيبها لكم بالتفصيل في صندوق الوصف. شوفوا الكيكة عاملة ازاي، بجد حلوة جدا جدا. شوفوا قد ايه الكيكة طرية وجميلة ولونها من جوه فاتح ازاي، واللون ده بسبب الليمونة اللي احنا استخدمناها. وكمان متحمرة ازاي لان اخدت وقتها في الفرن براحتها خالص. وشوفوا بتتقطع ازاي بسهولة، بجد جميلة قوي قوي، عاملة زي الاسفنج بالظبط. بجد تحفة. الله عليها كده مع كوباية لبن او كوباية شاي، بجد حاجة تحفة. في حاجة عايزة اقولك عليها عشان نجاح الكيك بتاعك. اهم حاجة ان الكوباية اللي تعايري بيها الدقيق هي نفس الكوباية اللي تعايري بيها السكر، هي نفس الكوباية اللي تعايري بيها الزيت. يعني كوباية معينة هتستخدميها لكل المعيار بتاعك عشان يبقى كله حاجة واحدة. ما ينفعش استخدم كوباية كبيرة وكوباية صغيرة، لا ما ينفعش. ودي حاجة مهمة جدا لازم تاخدي بالك منها. شوفي بقى الكيك بتاعنا بعد ما قطعناه عامل ازاي، واللون الابيض ده بجد حلو جدا جدا. كيكة طرية وهشة، وكمان شكلها حلو جدا وبيضة قوي قوي من جوه. بجد جميلة جدا جدا، احلى يمكن من الجاهز بمليون مرة، ومظبوطة. وكمان سكرها مظبوط جدا، حبيتي تزودي حبيتي تقللي كل ده في ايدك، تقدري تتحكمي فيه. اهم حاجة تمشي على الطريقة مظبوط والمقادير صح. وبكده تكون وصفتنا النهاردة خلصت. اتمنى من كل قلبي انها تكون عجبتكم. يلا دوس لايك وشير، وهستنى رأيكم في الكومنتات.